عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا ريس؟ ازي حضرتك مع الباشا سفيرة الإعلام والصحافة. ليك كل احترام وتقدير. أحكي لك قصة حياتي باختصار في 5 دقايق كده أو 4 دقايق أو أي حاجة، يعني من زي ما يجي بقى. أنا من صغري اتربيت حرامي من وأنا في أولى ابتدائي. كنت بسأل زملاتي في الأزهر، وخاصة الأستاذ سامعني بن عمدة اللي هو دلوقتي عمدة قريتي. هو دلوقتي عمدة قريتي الأستاذ سامعني إبراهيم ملواني. هو دي انا كنت بستوعب صغير، بس الناس الكبيره يعني بيجيبوا سندوتشات جبنه رومي وسندوتشات لانشون وسندوتشات بسطرمه. وخاصه ابن العمده كان بيجيب حاجات جامده، حاجات حلوه كده، وكنت بطبق عليه في الفسحه واستق منه الاكل. اتعلمت السرقه من هنا، واتعلمت السرقه بعد اشتغلت في الباكره بتاعتي. اسرق زرزبيه، اسرق فلوس، اسرق حلاوه، اسرق معرفش ايه كده. الناس تيجي تقول ابويا ضربني، ابويا عاقبني، ابويا برضه طبعا شغال موظف في الجامع ومستبيت اهل دكاتره. انا مواليد قرية متحبيش القبلية، مركز طنطا، محافظة الغربية. اسمي علي محمد عفيفي، إبراهيم العفيفي. من أسرة يعني حلوة يعني. بس أنا طبعا يخلق من عالم فاسد. أنا كنت فاسد يعني، كنت وحش. بس أنا عاقبت نفسي وحسبت نفسي قبل ما ربنا يحاسبني، عشان أعتبر ربنا رجع ربنا من الحرام والإجرام اللي كنت عايش فيه. أنا كنت زمان كنت مجرم وحش. كنت لص، كنت لص. وكانش الناس، كان الناس كانت بتخاف تدخلني بيوتها. دلوقتي الناس بترحب بيا، والبلد بتاعتي كلها والناس كلها في العالم كله يعني الناس كلها في مصر بترحب بيا، بيرحبوا بيا. ومش خايفين مني. زمان كانوا بيخافوا مني، بيقولوا ده صايع وده حرام وده وحش ما تدخلوش هنا. انما دلوقتي الناس بترحب بيا وتقول لي اهلا وسهلا علي، وكل واشرب، وسيبوا الفلوس قدامي وسيبوا المعاملات قدامي، وانا ما باخدش حاجه. انا بقيت 100 100. المهم بقى، انا ابتديت الناس اسرق 25 سنه، اسرق 25 سنه، اسرق 25 سنه، اسرق في القطعه ديت. بعد 11 بعد 2011، 2011 سنه 2011. القطعه دي التانيه بعدها بسنه ونص، بعدها بسنه ونص، بعدها بسنه ونص. الاولى في 2011، سنه 2011. التانيه بعدها بسنه ونص، سنه ونص التانيه. وبعدين تبت توبة نصوحة لله عز وجل، وعمري ما نسارق، عمري ما نسارق. لو رجع بيا زمان هبقى قاطع رجلي. بس ديت قبل وقت ليا، قبل ما يكون المجتمع والعالم. انا هنا في مصر سلطان، ولي امر، قاضي، متهم، جلاد. انا حكمت في نفس الدوله ما طبقتش قانون الشريعه الاسلاميه، انا طبقتها لنفسي. اللي عايز يطبق الشريعه الاسلاميه في مصر هنا وفي اي حته يطبقها نفسه الاول، يبتدي بنفسه. ولا واحد سوى في نفسه انا سويته. انا سويت في نفسي لله عز وجل، مش لحد، ولا لفلوس، ولا رياء، ولا شهرة. أنا عامل كده لربنا والقبر لاخرتي. كده كده كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وتوبوا يا عباد الله، توبوا، توبوا ربنا، رجعوا ربنا، توبوا ربنا، رجعوا ربنا. يعني بقول توبوا، بقول لكم توبوا، توبوا ورجعوا ربنا يا ناس، يا بشر، يا خلق، يا هو، توبوا ورجعوا ربنا. اقول العالم كله توب. السعوديه ولي امر بيطبق الشريعه الاسلاميه. السعوديه، في مصر او الدول العربيه مفيش اي حد بيطبق الشريعه الاسلاميه. انا طبقت على نفسي. انا هنا في مصر سلطان، ولي امر، قاضي، متهم، جلاد. انا حكمت على نفسي تطبيق الشريعه الاسلاميه هنا في مصر. انا علي عفيفي، الحمد لله. وانا برضه مستريح لامر ربنا، مش لحد. كل في كل شهوات. لا انا عايش الاخره مش قد الدنيا. لان الدنيا دي فانيه، الاخره اللي باقيه. والسلام عليكم، السلام عليكم.